في أطباء أسنان كتير معتقدين وفاهمين وواصلة لهم فكرة كبيرة جدا إن التسويق ده عبارة عن إعلان على فيسبوك أو أي منصة إعلانية، أو إن هو ينزل محتوى مجاني على السوشيال ميديا بشكل مستمر. والمفهوم ده خطأ تماما، وخليني أقول لك ليه وإزاي، وإيه هو التسويق الصحيح، وإيه الفرق ما بين التسويق وما بين المبيعات. أولا، هو معتقد إنه لما يعمل إعلان على فيسبوك إنه هتجيله مبيعات، ولما ينزل ريلز كتير بشكل مستمر هتجيله مبيعات برضه. ولكن هو أهمل أهم شيء. الإعلان مش مهتم أو مش مطالب إن هو يجيب لك عميل ويجيب لك مبيعات، ولكن السيستم المبيعي هو اللي دوره إن هو يجيب لك العميل لحد عندك ويتعامل معاه ويخليه فعلا يشتري الخدمة الغالية بتاعتك ويدفع لك فلوس، ويفضل السيستم يزن على دماغ العميل ويتعامل معاه بشكل اوتوماتيكي احترافي بدون تدخل منك لحد ما يجيب لك نفس العميل اللي انت طلبته وعملاء تانيين كتير معاه. ولكن لو انت معتقد ان الاعلان ده هو اللي هيجيب لك عميل، فانت كده مخطئ تماما في عملية التسويق. التسويق هيخلي الاعلانات يخلي العملاء يدخلوا على السيستم المبيعي بتاعك او يدخلوا على الصفحة بتاعتك فقط لا غير. ولكن مش مهمته ان هو يجيب لك عملاء، مش مهمته ان هو يجيب لك مبيعات، مهمته بس ان هو يدخل لك الناس والعملاء المحتملين على المكان اللي انت عايزه. وهنا يجي دور المبيعات والعملية المبيعية اللي هو السيستم المبيعي اللي هو فعلا مطالب انه يحقق لك مبيعات. السيستم ده، من غير السيستم ده انت مش هتقدر تحقق مبيعات، وحتى لو حققت مبيعات هتكون مبيعات بسيطة ويا دوب هتغطي تكلفة إعلاناتك. نيجي بقى للمحتوى اللي هو عمال ينزل كل يوم على السوشيال ميديا بدون تحقيق مبيعات، وكل اللي بيعمله لك شوية متابعين فقط. وخليني أقول لك إن ده خطأ تماما. هو مش خطأ بشكل كبير، ولكن هو خطأ من ناحية وصح من ناحية. صح إن أنت بتنزل محتوى وبتجمع متابعين وبتدي فائدة وقيمة كبيرة للمتابعين بتوعك، قيمة مجانية العميل فعلا محتاج ليها. ولكن مقابل القيمة دي في وقت بيضيع، والوقت بيضيع ده لازم له فلوس، لازم انت تاخد مقابل على الكلام ده كطبيب. فلازم تربط الكلام ده كله بسيستم مبيعي يريحك ويتعامل مع عميلك بشكل محترف. ما تهملش اهم شيء في العملية البيعية بتاعتك والعملية الطبية بتاعتك في التسويق الطبي بتاعك. ما تهملش السيستم المبيعي. بلاقي ناس وأطباء كتير عاملين سوشيال ميديا وعاملين حسابات على اليوتيوب وقنوات على اليوتيوب وعاملين حسابات على السوشيال ميديا وعاملين إعلانات على الفيسبوك، وناسين أهم شيء، ناسين هو السيستم البيعي أو السيستم المبيعي اللي هو هيجيب لك العميل ويخلي لك العميل في الداتابيز بتاعتك أو القائمة البريدية بتاعتك اللي أنت هتقدر تبيع له في سنين وسنين، وتقدر تبيع له الخدمات بتاعتك على مدار سنين ما لا يقل عن 5 سنين. يعني ممكن عميل اشترى منك النهارده نزل في القائمة البريدية بتاعتك النهارده، ممكن يشتري منك بعد سنتين أو ممكن بعد 3 سنين. السيستم المبيعي بيبني مع علاقة طويلة المدى، بيخليه لك يشتري النهارده وبعد سنة وبعد 2 وبعد 3. ولكن الإعلان بيدخل لك العميل على الصفحة بتاعتك وبيسألك سؤال ولا 2 وبيسيبك وبيروح للمنافس. هو ده بالضبط اللي بيحصل مع كل الناس، وبيخسروا فلوسهم على الإعلانات وكل فلوسهم بتروح على التسويق بدون مقابل بيعي فعلي وبدون أرباح بتتحقق فعلا. ولكن لو أنت فعلا عايز تعلي من شأن العملية الطبية بتاعتك وعايز تعلي من العيادة بتاعتك أو المركز الطبي بتاعك، اهتم بعمل سيستم مبيعي للعيادة بتاعتك. شكرا على المشاهدة، وأتمنى أن تشترك في القناة، وإن شاء الله نشوفك فيديوهات جاية. مع السلامة.